داخل القاعة مباراة فريق الوداد والرجاء لكرة السلة، وخارج القاعة شغب ومواجهة عارمة مسرحها حي المعارف بالعاصمة الاقتصادية الدار البيضاء. اعتداء على رجال الأمن والهجوم على سيارة شخصية هو بالأحرى رعب يبث في نفوس ساكنة هذا الحي عند إعلان أي مباراة يكون أحد أطرافها مشجع فريقي الوداد أو الرجاء. كانوا جايين واحد الجمهور ديال الرجاء من هنايا، جمهور الوداد كيقطعوا من هنايا، بداو الحجر بداو القراعي، شويه هما بداو يشيروا على البوليس بحال هكا. حنا كنا واقفين في لونطري، ضربوا واحد السيد حدايا، بعدا كانت واحد الحاجه غتجي فيها زاد البوليسي جرحوه من راسو، سمعتيني، ضربوا المصور معايا داك بالحوشي تا هو كان تيصور، تا هو ضربوه لظهره. انا كنتفاجئ من هذا الشيء بان هذه لا يعقل بان الرياضه عندنا في المغرب غتكون بحال الموكا والجمهور غيكون بحال الموكا. ندخلوا لداخل يمكن كانت غتكون كارثه اكثر من برا، كيظهر لي اكثر كاع بزاف. بداية الفوضى كانت عند شباك التذاكر، يتطور النزاع بين المشجعين الذين كانوا يستعملون أسلحة بيضاء بالإضافة إلى زجاجات حارقة ومفرقعات خطيرة. وهذه المحجوزات التي كانت بحوزة أشخاص خارج القاعة المغطاة وبالضبط بالأزقة المجاورة للمركب محمد الخامس. تم ضبط اشخاص موقوفين بالمحيط ديال القاعه المغطاه وهما كيرشقوا بالحجاره وكيتحوزوا باسلحه بيضاء كهاد السيوف اللي كتنظروها الان. جردناها منهم كذلك اداه صلبه ممكن تلحق اضرار بالمتفرجين كذلك المره. الاخيرين كلهم في حاله ايقاف، الان غيتحالوا على الضبط القضائيه وغيتقدموا للعداله. عناصر الأمن في البداية حاولت تهدئة الوضع دون جدوى، حيث اضطرت إلى إلقاء القبض على 30 عنصر منهم من كان بحوزة أسلحة بيضاء، ومن بين المشاغبين عدد من القاصرين. شاهدت أنا حافلات كتكسر، سيارات خاصة كتكسر، كل شيء كيتكسر، واحد انفلات أنا ما عمري في حياتي بعد شفت بحال هذا المنظر هذا. عدوى شغب ملاعب كرة القدم انتقل إذن إلى مجالات رياضية أخرى، بالرغم من الإجراءات التي تتخذ قبل كل مباراة من هذا النوع. ليطرح السؤال: لماذا يحضر العنف وتغيب الروح الرياضية عن الملاعب؟